لكن مش طبيعي يا جماعه ولا منطقي ان احنا نخسر من المنتخب الاولمبي ونخسر منتخب الناشئين ونخسر منتخب الشباب ونخسر منتخب الكره الشاطئيه ونبقى بنتعامل مع الموضوع على انه حاجه عاديه او ان هي صدفه. معلش ده هي بس حظنا اليومين دول مش كويس. لا، مش قصه مش كده. انا مش عارف ايه حكايه المغرب معانا. طبعا المغرب ربنا يكرمهم، يعني هو ناس ماشيه بتخطيط جيد جدا، بتتكلم على رابع عالم منتخب. بس اللي اقصده يا جماعه اكيد لازم نقف كده وقفه ونعرف ان اللي بتعمله المغرب ده مش وليد الصدفه. يعني تميزهم في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، منتخب الشباب او منتخب الناشئين ثم منتخب الشباب وقبليهم منتخب الكره الشاطئيه اللي برضه تفوق علينا، ده مش وليد الصدفه. اكيد مش وليد الصدفه. فلازم احنا نقف كده نتدبر مع الكلام ده ونفهم ان احنا لازم ندي العيش لخبازه ويبقى في اسس للتعيينات. يبقى في اسس للتعيينات، انا بعين على اساس كذا وبعمل برنامج، والناس دي لازم تحتك بالشكل الفلاني وبوفر لهم احتكاك وامكانيات كذا كذا عشان يقدروا يحققوا ده، وابقى باصص لقدام مش باصص تحت رجليا. انا همشي كمان 4 سنين، هيجي مجلس بعديه يعمل ايه؟ احط النهارده انا الخطه دي عشان اللي يجي بعديه يكمل، وهكذا. الموضوع سهل وبسيط للي عايز. يعني ان النجاح ليه مسببات ربنا سبحانه وتعالى امرك بيها في اي مجال كان، تاخد بالاسباب دي وتسعى، ربنا هيكرمك. هيكرمك ده مش كلامي، ده وعد رباني ربنا سبحانه وتعالى قطعه على نفسه. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. انت اسعى واعمل اللي عليك وخد بالاسباب، هتلاقي توفيق ربنا نزل عليك. امتى بقى؟ دي بتاعت ربنا، بس هيجي. بس اعمل اللي عليك. لكن مش طبيعي يا جماعه ولا منطقي ان احنا نخسر من المنتخب الاولمبي ونخسر منتخب الناشئين ونخسر منتخب الشباب ونخسر منتخب الكره الشاطئيه ونبقى بنتعامل مع الموضوع على انه حاجه عاديه او ان هي صدفه. معلش ده هي بس حظنا اليومين دول مش كويس. لا، مش قصه مش كده. هي قصه ان فرق بين حد بيشتغل بشكل مؤسسي، حد بيعمل استراتيجيك ثينكينج، تفكير استراتيجي عشان اظبط الكره المغربيه لفتره كبيره ويبقى في تواصل اجيال بشكل معين. يبقى عندي المنتخب الشباب ومنتخب الناشئين ومنتخب الاولمبي ومنتخب الكبير كلهم بيدوروا في لوب ودايره واحده من التميز، وبين حد شغال بشكل شيل ده وهات ده وخد ده وهات دي وعين ده وودي ده وجاب ده، وشغال انت بشكل عشوائي بحت. لا تنتظر الا ان انت هتعمل نجاحات وليده الصدفه، لكن نجاحات مخطط ليها بالتاكيد لا مع هذه العشوائيه. المنتخب المغربي طبعا الخسارات المتعددة للكرة المصرية، لكن طبعا الخسارة النهاردة التقيلة جدا جدا من منتخب عربي ومنتخب من المنتخبات طبعا اللي ظهرت بشكل مميز جدا خلال السنوات الأخيرة وظهرت بشكل مختلف تماما. بالتالي بيتم استكمال يعني تألق المنتخبات المغربية، لكن نتيجة غير متوقعة تماما بالخسارة من المنتخب المغربي. عموما في أسباب كتير حول طبعا النموذج بتاع المغرب ده بكل تواضع، ركز معايا، بكل تواضع أرجوك روح شوفه واعمل زيه بالظبط. هتقول لي انا التاريخ، هتقول لي انا اللي عملت، هتقول لي انا اللي اسست، هتقول لي انا جيت اول واحد، هقول لك على عيني وعلى راسي مفيش خلاف. بس هم جريوا، خدوا خطوات سريعه. رابع العالم منتخب اول، برونزيه الاولمبياد منتخب اولمبي، بطوله شمال افريقيا تحت 20 سنه، كاس افريقيا تحت 17 سنه. انت متخيل؟ يعني مش بس عندهم جيل فوق منتخب اول جامد، لا ده عندهم جيل هيسلم جيل هيسلم جيل. وعندك على الاقل من 10 ل 15 سنه المغرب متسيده. تاني احنا ساعات ربنا بيكرمنا وساعات بنكسب بطولات واحنا مصر واحنا اعظم دوله في كره القدم في افريقيا، كل حاجه يعني ده التاريخ اللي بيقول، مش انا اللي بجود. بس احنا اتاخرنا في خطوات، وواضح ان الناس دي بتشتغل بنظام. يعني ايه؟ يعني احنا ساعات لما بنيجي بنكسب بجيل فلته. والله منتخب الناشئين ده شكله فلته، والله منتخب الشباب ده شكله فلته، والله احنا عندنا الجيل بتاع المنتخب الاول 2006 و2008 و10 ده فلته. لكن دول لا، من المنتخب الاول كسبان، منتخب اولمبي كسبان، منتخب شباب تحت 20 سنه كسبان،
منتخب تحت 17 سنه كسبان. منتخب افريقيا للمحليين كمان نسيت، منتخب المغرب المحليين كمان كسبان بطوله افريقيا. في كل حاجه كسبانين كل حاجه. والله ما هو تقليل مننا خالص. انا بقول لك بكل تواضع، الناس اللي بتدير كره القدم في مصر يا سيدي شوف النموذج وطور عليه كمان، بس ما تقعدش تقول انا كده كده صح، انا كده كده جامد، تاريخيا جامد. دلوقتي في ناس سبقاك، الحقهم وتفوق عليهم لو تقدر. قدرت تلحقهم بس خير وبركه، قدرت تتفوق عليهم يا سيدي، لكن ما تقعدش تقول لي انا جامد. المنتخب المغربي 11 تقريبا كاع اسبوعه في وسط الملعب، كاع اسبوعه تقاتلوا على الكره، تقاتلوا الجرينتا. المليوي ما شاء الله عليه، هذاك المهاجم هذاك ما شاء الله عليه، مهاجم خاص الركراكي يشوف فيه شويه، يعطيه واحد الفرصه ديالو لعله وعسى، لانه مهاجم غادي يعطيك الفرق، مهاجم ديال الصندوق، مهاجم حقيقي، يعني مهاجم حقيقي يسجل لك من فرصه. واخا هو راه هذيك الفرصه الاولى اللي ما كانش خصو يطرطها اللي خرجت راس الحارس، كان خصو يجرو تما واحد شويه ويقدر يعطيوه الحمراء ويسجل بها الهدف. مي الحمد لله جات فرصه اللي عرف فين يتمركز. شدوا الكره، المنتخب المغربي عجبوني اليوم، كانوا شادين الكره، التحركات عاود ديال اللي عجبني اليوم حريمات هذيك الخبره ديالو اليوم حطها في المنتخب المغربي، حطها بقى يشد الكره يلعبوا حبه يعني باش ما يعياوش. هم كلشي المنتخب المغربي ما داهش كاع فيهم. المنتخب المغربي اليوم كانوا 11 سبع في وسط الميدان، الحارس الحرار ما شاء الله عليه، المليوي اليوم ما شاء الله عليه رجل المقابله، المليوي هو رجل المقابله، يعني يستاهل رجل المقابله، يستاهلها، لانه هذه المره الثانيه على التوالي. المهم الحمد لله انتصار جاء اليوم. سكيتي ويعرف يتعامل. شوف تخيلوا انتم مدرب مشاو لك ثلاثه ديال المدافعين، ثلاثه. بولسكوت كالعاده يعني ما غاديش نحكيو عليه، مقاتل يعني كاملين كانوا متقاتلين. اعطاهم تعليمات باش يبقاو في الدفاع ويهاجموا، ما شاء الله عليهم. انا عجبوني اليوم مقابله ادوها بطوليه الحمد لله، عرف كيجاريها ان شاء الله. سكيتي وانا عارف ومتيقن. مع عندك مهاجم قناص، حط له في البو، جيب له الكره للشبكه وما تخافش يسجل. جيب له الكره هو للشبكه يسجل، سونطري له ولا عرف وين تعطي له راه يماركي. عندك مهاجم بحال هذاك يعني مكسب كبير للفريق بحال بركان، لانه نهضه بركان راه يلعب معاها، مكسب كبير لنهضه بركان، وغادي يكون عنده يعني حاجه كبيره في رابطه الابطال. وممكن تكون الصفقه ديالو شي صفقه تكون خياليه في الدوري المغربي، لانه قلال بحال هذوك المهاجمين، قلال تصيب بحال هذوك المهاجمين. هذه من جهه برافو عليهم، تقاتلوا اليوم، اداو يعني مقابله بطوليه. ردوا على بزاف الحوايج. علاش؟ لانه سكيتيوي في الديبار بدا راك عارف كاين الناس اللي بقات تقول لك واش هادو لعابه ديال المحليين ومنه وتشكوا في سكيتيوي. لا، بشويه طلعوا ايطاب بار ايطاب. اليوم سيد خدم، اليوم ادى مقابله تكتيكيه، مقابله رجوليه، مقابله بطوليه، مقابله ديال الدم. يعني هادو كانوا يتجمعوا اليوم في هذا اللقاء هذا، يعني كامل الماتشات اللي فاتوا كان شويه تراخي، ولكن اليوم سيد طلعوا النيفو. بوغرين عجبني اليوم، بوغرين عاود هو لي باس ديالو مليمتريه ما شاء الله عليه. يعني الناس تلعب كره مش كيما ديالنا. اش حنا ما عندناش كاين شي محللين راني نشوفهم شفتهم طلعوا لنا قال لك حنا عندنا بطوله قويه. باش قويه؟ شحال كلاسين في الترتيب؟ ما عندناش بطوله، ما عندناش لاعب محلي. اش تكذبوا على الجمهور؟ ما عندناش لاعب محلي. عندك لاعب محلي بحال البطوله المغربيه؟ واش عندك لاعب محليين بحال البطوله المغربيه اللي ما شاء الله عليه حريمات وباتو؟ هو اليوم سكيتي ويحصل دار انس باش ودار مشخشخ وجارها وفاز، ولكن المغرب كطلع النيفو كما داهاش كاع فيهم في هذيك الزجاج ديالهم.